النهارده الجزء التاني من فلاتر سكرين نيوتل. هنشرح المشكله السكرين نيوتل كانت عاملاها الفيديو اللي فات، وهنشرح النهارده الحل بطريقتين: البري انيشاليزيشن، والطريقه التانيه اللي هو الفلاي ويت والفاكتوري ديزاين باترن. والفيديو الجاي ان شاء الله اللي بعد ده على طول هنشوف اساسا هل احنا محتاجين فلاتر سكرين نيوتل، وهو الاجابه قطعا لا، احنا مش محتاجينها ومش محتاجين اي باكج. ده من رايي الشخصي وبالتجربه، ويعني لما سالت كام حد يعني برضو معانا في المجال، لا احنا مش محتاجينها. غير كده، هل فلاتر بتسبورت الاوتوماتيك سكيلينج؟ بتسبورت الاوتوماتيك سكيلينج، لان انت دلوقتي لما تشيل سكرين نيوتل فانت هتسال دلوقتي الخط الفونت سايز ال 12 مثلا على الموبايل، فهيبقى كام على التابلت؟ اقول لك يا باشا فلاتر بتهندل الموضوع ده لوحدها، فانت يعني ما تتعبش نفسك بالموضوع ده. وهنشوف الفيديو الجاي ازاي فلاتر بتهندل الموضوع ده وبتسبورت الاكسبيليتي ده، في شرط واحد: لو انت ما حطيتش هارد فاليو واستخدمت الكونتكست اللي هو ثيم تكست ثيم. تمام. وهنشوف شويه ريسبونسيف ويدجت ان شاء الله الفيديو الجاي برضو، اللي انا بستخدمهم ومعظم الناس بتستخدمهم. وفلاتر بتقول لك الويدجتس ديت بتسهل عليك الموضوع، انت مش محتاج اي باكج منهم. واشهر اتنين انا بس اكتر حاجه انا بستخدمها الاسبكت ريشيو مع الفيتد بوكس واللي اوت بيلدر والميديا كويري سايز اوف، وبقيه الحاجات طبعا الجميله: الاكسباندد، الفليكسبل، السبيسر، الراب، الحاجات دي كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عبد الله مصطفى، فلاتر ديفلوبر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. واللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، بالذات السودان يعني. طيب، نبدا. دي الحاجات اللي هنشرحها النهارده ان شاء الله. هيبقى ريكاب عن الفيديو القديم. المفروض اتاخرت، انا عارف اتاخرت على الفيديو، وده كنا شرحنا سكرين نيوتل، وشرحنا المشكله وشرحنا فكرتها وشغاله ازاي وهي بتخلي الموضوع ريسبونسيف والحاجات ديت. لو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات يعني اي ريكومند ان انت تخش تتفرج عليه. تمام. وتاني حاجه، النهارده مش بنناقش حل بس، لا احنا بنناقش كونسبت او بنشرح كونسبت او بنعرض كونسبت اللي هو انت تستخدمه في اي حاجه بعد كده. مش لازم في ان انت بتفكس سكرين نيوتل، لا ده انت ممكن تستخدمه في اي حاجه، لان هو فكره البري انيشاليزيشن دي في لغات البرمجه كلها، وفكره ان انت بتستخدم ديزاين باترن، فده حل جينيريك يعني بيفت على كله. تمام. طيب، يعني ريكاب وفهمنا ايه المشكله، وعرفنا ان احنا هنناقش او هنشرح كونسبت مش حل بس. وفي حلول ياما طبعا بتعتمد على البيزنس لوجيك بتاعك وانت ماشي الدنيا في التطبيق عامل ازاي. طيب خلينا نبدا. قبل ما نشرح الحل، دي كانت المشكله، ان احنا بنستخدم مثلا تكست ستايل 16 اس بي، فاحنا عرفنا ان هو في كل مره بيبقى ضغط على الميموري، على السي بي يو، في الستاك الوكيشن والهيب الوكيشن، والليله الطويله والجاربج كوليكتور بنزود الضغط عليها اكتر ما هي كل شويه شغاله. فموضوع طبعا وملوش لازمه، كل ده في الفاضي يعني. فاحنا بنعمل كلاس وبندي الكلاس بنخليه بنعمل فاريبل وبنخليه برايفت وبنديله ليد فاينل ومن النوع اللي احنا عايزينه، مثلا تكست ستايل اي حاجه، وبتعمل فانكشن او ميثود بنعمل فيها الانيشاليزيشن. بعد كده بنجيت الفاليو بعد ما عملنا لها انيشاليزيشن. طيب خلينا نشرح هنا في الكلاس. انا بس هكبر لكم الدنيا عشان تبقى يعني شايفين. واهو ده تطبيق عادي ما فيهوش اي حاجه تقريبا، كونستانت حاجات اللي احنا بنستخدمها الاب تكست ستايل اللي احنا هنشرحه دلوقتي. والبيج في المين بيج ما فيش اي حاجه، وهنا التطبيق بتاعي عادي ما فيهوش اي حاجه جديده. وده الهوم عباره عن كونتينر او كارد 300 كويتس 150 هايت، بادنج الفونت سايز عادي 16 وهنا 18، وعندي عبارة عن 20 ايتم، يعني ده الشكل بتاعهم. تمام، بس كده ما فيش اي حاجة. طيب، ودي ده الهوم القديم اللي احنا هنعمله انهانسد هوم، وهنشوف شكله هيبقى عامل ازاي. طيب، فاحنا بنعمل كلاس اب تكست ستايل، او انا بعمل الطريقه ديت ايام لما كنت بستخدم الباكج ديت قبل ما اعرف ان هي فعليا مش يعني ملهاش لازمه. وبعمل static late final. طب static ليه؟ عشان اعرف اكسس الفاليو ديت، بس مش ديت بتاعت الجيتر، عشان اعرف احط الفاليو هنا، عشان الميثود، عشان ما اعملش نيو انستنس او نيو اوبجكت. ليه؟ لان انت لو ده مش static مش هتعرف تحطه هنا، هيديك ايرور هيقول لك دي static ميثود فعايز static variable. تمام، فعشان ديت ده اساسا برايفت فانا مش عارف اكسسه بره الكلاس. دي اول حاجه. تاني حاجة، أنا بحط ليت ليه؟ عشان
انا بقول له استنى، انا مش هديك القيمه دلوقتي، هديك القيمه اول ما فلاتر تعمل سكرين نيوتل بالتحديد تعمل انيشاليزيشن، عشان انا لو ما عملتش ليت هيحصل مشكله. هتقول لك انت دلوقتي انا مش عارف اكسس سكرين نيوتل وانت بتقول لي اعمل انيشاليزيشن للفاليو ديت، فهيحصل مشكله وهنشوف المشكله ديت. وفاينل معناها ان انا بقول له وانس ان انت تاخد يحصل لك اساين للفاليو، ما تغيرهاش طول ما التطبيق شغال يعني. تمام. وهنا انا عامل فاريبل اللي هو از انيشاليزيشن او از انت، وعامله فولس كقيمه ديفولت. فاحنا تعالوا نعمل تريس للفاليو ديت. اول مره هيبقى هنا فولس، فهيخش الفانكشن هيعمل انيشاليزيشن للفاليو ديت. بعد كده هعمله ترو، فاول مره بقى ترو. بعد كده لو جه عمل انيشاليزيشن تاني والتطبيق شغال، هيلاقي القيمه دي بترو فهيعمل ريتيرن، فمش هيعمل انيشاليزيشن تاني. فاحنا بايه بيست براكتس بنحافظ على البرفورمانس والكلام الجميل ده كله. تمام. وهنا عامل مثلا فونت سايز 12 دبليو الويت، يعني الفونت ويت 400 بلاك، وبعمله بنفس القيم. يعني 12 يبقى 12 اس بي، 14 اس بي، وبتدي له القيمه اللي انت عايزها. هنا عايز تضيف شويه حاجات براحتك مفيش مشكله. تمام. بس وبجت الفاليو ديت بالجيتر عادي. فواحد يقول لي ليه انت بتجت كده اهوت، ليه ما تاخدش مثلا الفاليو دي على بعضها اهي وتجتها كده، بتعمل جت كده؟ اقول لك والله كده انت ما عملتش حاجه، كده انت كانك بتعمل نيو اوبجكت كل مره، فاحنا كده برضو ما عملناش حاجه يعني، ما حرزناش تقدم. تمام. لا لحد دلوقتي ان شاء الله. وهنا برنتايه كده لطيفه بتعرفني يعني كل ما التطبيق يشتغل ان هو ايه حصل انيشاليزيشن، بتطبع في الديباج. بالمناسبه انا بستخدم هنا اللوج عشان باشمهندس عمر احمد كان منزل يعني تقريبا على قناه التليجرام حته ان هو البرنت بتظهر في البرودكشن. بس يعني انا لما دورت مش البرنت العاديه تمام، بس ديت ما بتظهرش، حتى الديباج برنت بتظهر بس اللوج دي بتاعت الديفلوبرز فما بتظهرش. وانا دايما بستخدمها، ما بستخدمش البرنت العاديه، تقريبا نادرا ما استخدمت البرنت العاديه. وانا عشان انا بعرف اديها النيم، يعني اهو انا عامل هنا ابتكس ستايل، فالنيم اهو ابتكس ستايل. لو عايز اديها التايم انت ممكن تديها هنا التايم اهو، عندك التايم، ادي التايم واستخدم الزوم، تستخدم كل حاجه. فدي صراحه، وهي الباكج بتاعت الديفلوبر هي فوق الباكج بتاعت الديفلوبر، فالموضوع لذيذ فيها يعني. تمام اهو. وانا بعمل كده في الاخر ابتكس ستايل حصل له انيشاليزيشن. فانت نفس الفكره هتعمل في الابتكس ستايل، هتعمل في الاب سبيسز، كلاس الاب سبيسز. انا عامل الاب سايز مثلا، الاب سايزز عامل اللي هو في سايز ب 12 و14 زي الحاجات اللي احنا هنستخدمها. كالعرض بتاع الكونتينر، عرض الكونتينر مثلا كان 300، فانا ال 300 هنا كاتب له 300 دبليو. والاتش مثلا الطول 120 او الهايت 20، فانا عامله 20 اتش. نفس الفكره بعمل برضو انيشاليزيشن مره واحده، واديله هنا فولس كاول مره، بعد كده هيبقى بترو عشان ما يخش الميثود ديت تاني. تمام. ودي طريقه انت تستخدمها مع اي حاجه انت بتعملها انيشاليزيشن، عشان لو اي حاجه الست بتاعت التطبيق اتغيرت ما يخش يعمل انيشاليزيشن تاني، ما يسحبش من الريسورسز بتاعت الجهاز او الرام. عشان اهم حاجه عندك الرام. البروسيسور دلوقتي ما عندوش مشكله، البروسيسور بيهندل اي حاجه، بس كتر الضغط على البروسيسور بيسحب من الميموري. بس كبروسيسور هيهندل معاك يعني، هيسد معاك ومش هيشتكي، بس هو بقى بيسحب باور، فدي المشكله يعني. تمام. فده فين في الاب تكست ستايل. وخلاص شفنا الاب سايزز والاب سبيسز نفس الفكره. الاب سبيسز اهي نفس الفكره. سايز بوكس بديله هايت هنا يعني هوريزونتال سبيس. هنا الدبليو بتاع الهوريزونتال سبيس تقريبا. الدبليو بتاع الويدث والاتش بتاع الهايت يعني. تمام. عشان بعملهم كلهم نفس الفكره عشان المساحه او السبيس دي تبقى دايناميك. طبعا ده ملوش لازمه، وهنشوف الموضوع ده ان شاء الله في الفيديو الجاي. بس فده الكلاس الهوم العادي. فاحنا عندنا انهانسد هوم اهي. هنعمل ريفرش، هو نفس الفكره. هيقول لي ما حصلش انيشاليزيشن، هنعمل ريفرش للكاش ثواني. طيب مفيش مشكله. انا المفروض انا اعمل انيشاليزيشن. طيب هوقف الميثود ده الميثود بتاعت اللي احنا نشوفوها. الحل التاني بتاع ديزاين باترن، حط اي حاجه دلوقتي او هاتها بره نعملها انيشاليزيشن وخلاص.
يعني نعملهاش initialization معاهم اهي دوت. هو طبعا initialization واعمل ريفرش واعمل ريستارت، تقريبا كده المشكلة تكون اتحلت يعني. اتحلت بس مش عارف الكلر غريب كده شوية. ده الانهانسد هوم. طيب ايه في الانهانسد هوم؟ انا والله برضو انا عندي نفس الهوم العادي لسه فيه 20 ايتم نفس الفكرة، بس بدل الويدز كنت عامله 300 اس بي. كنت يعني المرة اللي فاتت كنا عاملين هنا 300 اس بي او 300 دبليو يعني. فانا المره دي لا، انا باكسس الفاليو مره واحده، يعني بعملها انيشاليزيشن بحسبها في التطبيق مره واحده واكسسها 100 مره 200 زي ما انت عايز، بس انا عملت الحسابات مره واحده. تمام تمام. ونفس الفكره في الهايت، بعمل 150 هايت اللي هي كده اهوت نفس الفكره 150 دوت اتش. تمام. وبقيه الحاجات يعني في الابتكس ستايل عشان برضه نشوف الستايل مع بعض، اللي هو ابتكس ستايل. كان ابتكس ستايل ولا اب اهو ابتكس ستايل دوت، وبتختار يعني نعملها امبورت بس. هو تقريبا صورته مغير عشان تبقوا شايفين اهو. والفونت سايز اللي انت عايزه بقى، مثلا فونت 24 وتعمل بلاك هيظهر 24 بلاك. في الكاش في مشكلة في الكاش مش عارف ماله، زعلان من ايه. خلينا نعمل ريفرش اهو اشتغل. فصراحة مش عارف كانت ايه المشكلة، معلق من ايه. ما هو اما مشكلة في الايميوليتور يا اما انا مش عارف ايه المشكلة في الليت كاش. اوريدي انيشالايز حصل له انيشاليزيشن اهي. المشكلة ديت بتاعت الاوريدي انيشاليزيشن، فانت عشان نطلع من المشكلة ديت بتاعت الابستركت الفاكتوري اهو، هننزل تحت هنعمل بوليان ستاتيك، هنقول له بول فولس، هننزل تحت هنقول له ده ترو، هننزل هنا نقول له ترو، هنعمل ريفرش وتقريبا كده الدنيا هتشتغل تمام، مفيش اي مشكله ان شاء الله هتحصل. ايوه كده الدنيا تمام تمام. بس يعني ده كان يعتبر اول حل اللي هو البري انيشاليزيشن، وشرحنا مع بعض كلمه ليت بتعمل ايه وكلمه فاينل هنا برضو بتعمل ايه، وعرفنا ان هو وانس ان انا بديها الفاليو مش هتتغير عشان مش عارف اديها كونست. وعرفنا ان احنا بنعمل في البيلدر بتاع السكرين يوتيل، وهنعرف ان ده امن مكان بدل ما اعمله هناك. يعني لو انا عملته انيشاليزيشن فين المين اب، لو عملت مثلا ابتكس ستايل ودخلت ورحت للمين وعملت انيشاليزيشن هنا قبل سكرين يوتيل هيديني مشكله، حتى بعد سكرين يوتيل ممكن يديني مشكله. تمام. هتلاقي هنا قال كريت انيشاليزيشن اهو ظهرت قال كريت انيشاليزيشن. نفس الفكره لو نزلناه تحت السكرين يوتيل اهو اظن هيطلع نفس المشكله برضو نفس الفكره. فامن مكان ان احنا بنحطه هنا. تمام تمام. فهنشيله من هنا وخلاص وديلي ريستارت. طيب ايه تاني كنا وهنا الموضوع قبل ما نعمل البرفورمانس بتاعنا او البري انيشاليزيشن كان بيحصل هنا ديفيجن وضرب اسم وضرب اسم وضرب. وهنا في الاس بي زي ما شفنا المره اللي فاتت كان في عمليتين اسمه، بعد كده بيجيب المينيمم منهم، بعد كده بعمل ضرب. وهنا برضو عمليات حسابيه ياما ياما. وطبعا الاوبجكت الوكيشن فده كان الويزاوت اوبتمايزيشن. فبعد ما عملنا الاوبتمايزيشن الكلاس اللي هو ابتكس ستايل انا مجمع له كان شويه حاجات يعني فيه ككارد ويدث والهايت والحاجات اللي انت بتستخدمها في التطبيق كله. وبعد الانيشاليزيشن بقى جاست ميموري اكسس، فحسنا البرفورمانس يعني بنسبه 40% عشان انا كنت قايسها بوجت كده انت بتعملها بتقيس لك الرام والسي بي يو والحاجات دي كلها. وحتى ممكن تستخدم الديف تولز، بس لان التطبيق صغير مش هتحس بفرق يعني. حتى لو انت جبت الميموري مش هتحس بفرق في التطبيق اساسا. تمام تمام. دلوقتي بقى صفر بيرفورمانس بعد عملنا البري انيشال صفر قصدي بيرفورمانس ايه صفر كالكوليشن. يعني الموضوع بقى اخف على السي بي يو
سي بي يو اخف، يعني البطاريه هتعيش اكتر، يعني مفيش ضغط في التطبيق، يعني احنا بنقول الريسورسز ديت نستخدمها في حاجه ليها فايده فعليا. تمام. وفي الميموري هيفضلوا سنجل اوبجكت الوكيشن او سنجل الوكيشن، وهيفضل موجودين. الدنيا زي الفل. في الباتري هنحافظ على 60 فريم بير سكند. بس هو بقول لك هنا سنجل هيب الوكيشن والاوبجكت هتفضل عايشه. طب بس معنى كده ان انا مش ما بعملش نيو انستنس، لا انا بعمل نيو انستنس، انا بعمل نيو اوبجكت انستنس، بس الاوبجكت اخف. تمام. الاوبجكت اخف ان انت طول ما انت مش حاطط كونست ف اوريدي في نيو اوبجكت هيحصل، يعني اوريدي في جاربج كوليكتور بس الاوبجكت اقل، يعني اوبجكت من غير حسابات. ليه؟ لان فلاتر بتنهرت الفاليو، يعني انا بعمل انهيرتنس. مثلا خلينا نفترض ان دي ويدجت، والويدجت كان تكست ويدجت ومكتوب فيها هاي ومكتوب فيها الفونت سايز 20، فبعد ما حسبت الفونت سايز اللي هو 20 لقيته مثلا طلع 20، يعني نفترض بعد ما عملنا الاس بي وعملنا له بري انيشاليزيشن والتكست، فانا فلاتر كده كده اوريدي ما فيش كونست هنا، فهتعمل نيو اوبجكت او نيو اوبجكت انستنس، بس هتعمل انهيرت للفاليو ديت وانهيرت للفاليو ديت وتعمل نيو اوبجكت وتعمل انهيرت للفاليو ديت اللي هي الهاي والفاليو بتاعت الفونت سايز، وتعلم الاوبجكت القديم للجاربج كوليكتور ان هو محتاج يتنظف، والدنيا بتبقى ماشيه كده في فلاتر. تمام. بس قبل ما نعمل الاوبتمايزيشن كان بيوصل عند التكست، فكان بيعمل انهيرت للتكست ده، يجي عند الفونت سايز ده فيها اس بي، طب روح وقف لي الدنيا، اعمل لي ستاك الوكيشن، احسب لي الاس بي ده ال 20 اس بي يطلع بكام، فكانت ليله يعني، فبياخد وقت. فاحنا كده ايه خفينا الضغط. بس هل وقفنا النيو اوبجكت انستنس؟ لا طبعا، انت مش حاطط كونست. وبعدين يعني فلاتر اساسا فكره عملها ان الويدجت اميوتابل، يعني ايه غير قابله للتغيير، فعشان انت تعدل حاجه صغيره كويدجت فانت محتاج تعمل ويدجت جديده، والويدجت دي اساسا ميوتابل يعني قابله للتغيير، يعني هي بتعمل ريبيلد كل شويه، ريبيلد. فدي فكره عمل فلاتر يعني بحاجات بسيطه يعني. تمام. فالثلاث مشاكل اللي انت ممكن تحصل معاك اللي هو انت تاكسسها من الجيتر على طول، فانت بتعمل كده حسابات كل مره كانك بتعمل نيو اوبجكت كل مره، فما استفدناش حاجه. لا، فانت احسن بتعمل برايفت وبنحسب القيمه عشان ما يحصلكش ليت انيشاليزيشن، بنجت الفاليو على طول. طيب وهنا عرفنا لو حطينا انيشاليزيشن فوق ما حطيناهوش في سبيسيفيك اريا او السيف زون بتاعها يحصل لنا ليت انيشاليزيشن برضو. واخر حاجه اللي هو ايه ممكن نعمل انيشاليزيشن كام مره، فعشان كده بنحط البوليان اللي هو از انيشاليزد. البوليان ده بتاع الميموري، وهتلاقي هنا الجاربج كوليكتور اساسا كل شويه هتشتغل اهو، بس انت بتقلل الضغط عليها، بس هنا مش هتحس بفرق، انت مش هتحس دي جاربج كوليكتور يا جماعه، العلامات الزرق دي جاربج كوليكتور، لان اساسا انت طول ما انت بتعمل سكرول في حاجه بتتغير يعني، بس ما بيحصلش بيلد، عشان في ناس مفكره شكرا في ناس مفكره مثلا انت لما بتعمل سكرول بيبقى بيحصل بيلد او بتنادي البيلد، لا طبعا البيلد ما بيحصلهاش حاجه، بس انت لما بتعمل سكرول في حاجات بيحصل لها نيو اوبجكت، انترنال اوبجكت في فلاتر بتحصل للفيزيكس، اللي اوت، البينتنج، فدي كلها اوبجكت انترنال اوبجكتس بيحصل لها كرييشن. تمام. هنا ديت بقول لك شغلها على البروفايل مود عشان تديك احسن حسابات يعني، بس احنا مش عايزينها دلوقتي. وده انا كده بتعمل كلير للجي او سي اهو، لو عملت كده وهتعمل كلير للجي او سي هتلاقيه نضف لك الدنيا هنا كده، احنا عملنا كلير، هو بقول لك خلاص كولكت يعني اللي منضف لي الدنيا، بس ما علينا، الموضوع ابسط ان احنا نفتح البروفايل مود والحاجات دي كلها. تمام. رابع حاجه، والحل ده بالشكل ده مش هيفت معاك في لو انت عامل تليفون اورينتيشن، وانت لازم تبقى عامل تليفون اورينتيشن، فانت ممكن يعني زي ما اقول تحتال على الموضوع، او مش ورك اراوند، حتى انت ممكن تحط كونديشن بسيط، لو والله الموضوع التليفون في اللاندسكيب مود او في البورتري مود، فاول ما يبقى في اللاندسكيب اعمل لي الانيشاليزيشن ديت تبقى فولس، ويعمل ري انيشاليزيشن. ليه بقى الفكره ديت؟ لان هو دلوقتي انا بعمل الاس بي، احنا قلنا عشان نحسب الاس بي بجيب الهايت والويدث. طيب والتليفون كان معمول كده الهايت بتاعه كان 812، وانس ان انا اقلبه كده الهايت بتاعه بقى ايه 400، بقى الهايت بقى الويدث والويدث بقى الهايت. تمام.
فانت كده هيبقى في مشاكل في الحسابات خالص، فانت لازم تعمل ري انيشاليزيشن بقى في الحته دي. تمام تمام. بس وطبعا من المشاكل القاتله بتاعت الباكج ديت اللي هي بتوقف لك الاكسبيليتي مود، بتوقف لك حاجات ياما، حاجات بسيطه في السكيلينج بس اللي ممكن تعرف تشوفها، حاجات ملهاش لازمه. الاكسبيليتي مود ان هو لما اليوزر يكبر الفونت سايز بتاع التليفون، او عامل فونت سايز كبير، مثلا انا راجل كبير فمحتاج اكبر فونت سايز، او انا واحد عيني بتوجعني مثلا من الخط الصغير فانا محتاج اكبر فونت سايز، فالموضوع ده ما بيحصلش كويس. احنا داخلين على 20 دقيقه فا اتس اوكي. فانا بحتاج اكبر التليفون او اكبر الخط بتاع التليفون قصدي يعني. فلاتر لا بتقول لك سكرين يوتيل، طول ما انت حطيت هارد كود او هارد فاليو كده انت بتقول لها مالكيش دعوه، انا هقوم بالحاجات ديت، مش عايز السين بتاعي انا احط الاون سين. فده يعني مش عارف ليه حد هيسيب الحلاوه بتاعت البيست براكتس بتاعت فلاتر، الثيمينج، الحاجات اللي فلاتر موفرها لك وبتسبورت كل الحاجات ديت وبتشيل من عندك من عليك هيدك جامد والله. بس كده. اخر حاجه بقى اللي هو الفلاي ويت والفاكتوري ديزاين باترن. اللي ما يعرفش الفلاي ويت ده ستراكشر ديزاين باترن، وده فاكتوري يبقى كريشنال على طول ديزاين باترن. انا سايب لكم هنا لينكين في جيكس وفي جيكس بيشرحوا الموضوع، يعني لو حد ما يعني ايه مش فاكرهم او ما خدش باله منهم، او تشوف لهم فيديو على اليوتيوب، مهمين جدا جدا جدا. والفلاي ويت حتى انت لو شفت الديفينيشن بتاعه قالك ان هو بيركز على الميموري اوبتمايز ميموري. تمام. فهو فكرته ان انا بدل ما اعمل نيو اوبجكت كل شويه، لا انا بعمل اوبجكت واحد وبستخدمه في التطبيق كله، يعني نفس الفكره اللي احنا هنعملها. بس احنا كنا هنا بنعمل ايه؟ هنا كنا بنعرفهم كلهم مره واحده، يعني هنا كنا بنعمل انيشاليزيشن مره واحده. ففي ممكن عمليه الانيشاليزيشن دي تبقى تقيله اتقل من كده، دي حاجات عبيطه يعني فمش هتفرق معاك، الموضوع يبقى اتقل من كده. او انت بتستخدمه كل شويه، ففي عمليات حسابيه ملهاش لازمه ان انت تستخدمها كل شويه. فاحنا بنعمل الديزاين التو ديزاين باترن دول مع بعض اهما كده. ده الفلاي ويت كده، الفاكتوري كونستراكتور اهو. هنا بقول له ده عباره عن مابا بالسترينج، الكي بتاعها سترينج والفاليو بتاعتها تكست ستايل. انت ممكن تعمل فاليو على حسب الكيس في التطبيق بتاعك انت عايز تستخدمها فين، فا اتس اب تو يو يعني. في الانهانسد هوم هننزل هنقفل ديت اهو. تمام. وهنا الكرييت والكي، الكي بتاعنا اللي هو باكسس الكي بالسايز دوت نيم والويت دول انم، طبعا انم ان اعمل فونت سايز يبقى سمول ميديوم لارج، والفونت ويت ريجولار ميديوم سيمي بولد بولد، والابتكست كلر برايمري سكندري وايت بلاك والجري يعني. وهنا برايفت فانكشن اللي هو والله بتقول لك دخل لي الاي نم من الاب فونت سايز، ويعني ايه بسويتش عليه، لو كان سمول رجع لي 12، اللارج رجع لي 16، اكس لارج رجع لي 20، وايه نفس الفكره يعني. وبس. فالفكره هنا ايه؟ انا بعرف لسته فاضيه او مابا فاضيه، والمابا ديت بتبقى في الاول في اول التطبيق فاضيه. بعد كده بعمل كرييت هنا اهو زي ما هنا بقول له ابتكس كرييت اعمل لي فونت سايز الخط بتاعه ميديوم سيمي بولد برايمري. فهو بيروح يشوف هل الموضوع في الفاكتوري هنا بقى، هل القيمه ديت اللي هي انا بيدور بالكي، الكي ده كده الكي يعني ميديوم وسيمي بولد برايمري ده الكي بتاعها. فبيدور والله بيقول يا لسته او يا مابا انت جواكي التكست ستايل الاوبجكت ده ولا لا. فهو بيشوف لو مش جواه بيعمل، ولو جواه بيرجعه لي اهو. هنا اهو جواه بيرجع لي الفاليو ديت، مش جواه بيعمل لي كرييت وبيخزنها فين في الليست. بس كده ده الموضوع يعني. يعني هنا وانس لو عملته تاني في التكست ستايل، رحت هنا عملته تاني اهو كده هيحصل له انيشاليزيشن مره واحده هنا، بعد كده هيأكسس الفاليو ديت هيعمل ريتيرن للاوبجكت اللي انا عملته في التطبيق. فالطريقه ديت انا بستخدمها، بس مش طبعا مش بستخدمها في التكست ستايل، بستخدمها في حاجات تانية. وفكره البري انيشاليزيشن انت اكيد استخدمتها. مثلا انا عندي تطبيق كان عندي مابا في صفحه ما، فانا كنت محتاج ان المابا دي يحصل لها بري انيشاليزيشن عشان بتاخد وقت وانا مش عايز اي جانكي فريم يحصل. فبعمل انيشاليزيشن ليها في صفحه قبلها ما فيهاش اي حاجه
تعتبر بسيطه يعني ما فيهاش لوجيك جامد. وبقسم البري انيشاليزيشن ده، فهو اليوزر يخش يلاقي الكنترول بتاع المابا الدنيا زي الفل، وفي لودنج برضو لو هي لسه ما حصلهاش انيشاليزيشن والموضوع ده. فهي الفكره زي ما قلت احنا بنناقش كونسبت مش كحل بس الفيديو ده والسلام يعني. تمام. وده انا حاطط لك هنا برضو هسيب كل الحاجه اللينكات دي كلها موجوده، ولينك لوشن نوشن زي اللينك اللي فات. هنا بشرح لك الحته اللي هنا بتاعت الفاكتوري باترن اهوت. احنا بنعمل سنترلايز الاوبجكت الوكيشن، الاوبجكت كرييشن قصدي. وان ده الفلاي ويت، وان احنا بنستخدم ان هو بقول له لو مش موجود اعمل لي ريتيرن، لو مش موجود اعمل لي نيو اوبجكت منه، لو موجود اعمل لي ريتيرن الفاليو. تمام. والفيديو الجاي بقى ان شاء الله هنشوف حاجه زي كده، الفرق بين التكست ستايل 14 اس بي والثيم اوف كونتكست تكست ثيم بادي ميديوم، وهنشوف الحلاوه بتاعت فلاتر، وهنشوف البيست براكتس، وهنشوف ان انت يعني بتضيف على نفسك شغل، ويعني مش احسن حاجه في الموضوع ده. تمام. انا راجع بس على الريكاب وعرفنا التريد اوف بتاع الموضوع. ولو حد عنده اي اسئله وفي حاجه مش فاهمها، انا قلت حاجه غلط، حاجه ما قلتهاش بشكل ابقى احسن حاجه، على طول خش قول لي، اكتب في الكومنتات، ما فيش اي مشكله يعني، كلنا بنتعلم وكلنا بنغلط. بس واللينك بتاع نوشن ده هسيبه لكم. وانا بعتذر للناس اللي كتبت لي كومنتات في اليوتيوب ودخلت كلمتني والله وانا اتاخرت في الفيديو، بس يعني مش بايدي. ودي الحاجات اللي ان شاء الله هنتكلم عليها الفيديو الجاي. وهنا اللينكات بتاعت اللينك بتاع الفيديو اللي فات، وهنا بتاع الفاكتوري، وهنا الفلاي ويت ديزاين باترن. بس كده يعني. ولو حد عنده اي اسئله في اي حاجه مش فاهمها، ان شاء الله حد يكون استفاد من الموضوع. وفي الاخر كده، ان كان من توفيق فمن الله وحده، وان كان من خطأ او ذلل او نسيان فمني ومن الشيطان. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.